سوبر بيبو، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. واليوم تعرفنا رسميا على طرفي النهائي في كأس تونس. الترجي الرياضي التونسي يقصي الملعب التونسي 3-2 اليوم في ملعب رادس. والبارح تعرفوا الأولمبي البيجي هو المترشح الأول. واللي هنا سوبر بيبو، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. بعد ما تمكن الاولمبي البيجي من اقصاء النادي الافريقي بركلات الترجيح، اليوم الترجي ينتصر 3-2 في رادس على الملعب التونسي. وهكا نتعرفوا على طرفي نهائي كأس تونس نسخة الهادي شاكر اللي تلعب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. وبعد عندك الفيديو التشنج والتوتر وخرجونا من سنتنا وقدمونا ماتش في قمة الرداء. البارح معناها تعفن بصري، اليوم خير شوية واليوم أحسن المباراة. واليوم نحاولوا نبعدوا شوية على التوتر، نحكيو على الماتش هذا بين الترجي والملعب التونسي، ونحكيو زادة نحكيو في الآخر شوية على ماتش الميلان ونابولي. ولو أنه الأعصاب مازالت مشدودة، 1-0 ماهيش النتيجة الكبيرة، لكن انتصار. المهم الانتصار في السانسيرو، والهدف من صديقي إسماعيل بن ناصر. البارح سجل هدف، الحمد لله عليه سجل هدف. كي سجل ونقول له برافو يعطيك الصحة، لكن المهم اللاعب والأداء. وشفتوا البارح إبراهيم دياز وكالفانت اللي عملها عبارة كابتن غريب. الكابتن ماش كيف الباس ممتازة متاع لياو، ولا عملاق مايك مينيون بالتصديات. يعني الجمهور صوت أحسن لاعب مايك مينيون، واليوفا عطت جائزة أحسن لاعب لإبراهيم دياز. هذاك يخليه كله في الآخر. وإسماعيل بن ناصر سجل هدف، وبتبيع باش تلقاه أحسن لاعب عند العرب وفي العاطفة. فما حد بيتفرج في ماتش الريال يقول لك شفت كيفاش وربحهم وحط لهم الكورة، يعطيه الصحة. كورة جاي حدها باليسار شنو يحب يضيعها، بتبيع ما يلزموش يضيعها. اليوم كيما ضيع عاطف الدخيلي ظهر لي امال الملعب التونسي. وكان احنا البارح كشكشنا ودخلنا وخذنا على شويه المهز اللي يعمل فيها سعيد وفي الوسط وكالجوارات الراقدين وعلي العامري والدنيا. اليوم الملعب التونسي ظهر لي هبلوا من تصرفات عاطف الدخيلي، زاد يطلب فيه تغيير. يعني دقيقة لاعب تلقى روحك خاسر 1 بالرفضان. هي معروف ديما شفت من بعيد، لكن بعيد الكورة حتى المحاولة ما فماش. عاطف الدخيلي جامد في بلاصته، لهنا تعذر وتفهمونك السنوات اللي عانيناهم من عاطف الدخيلي. ثم الملعب التونسي ضربة جزاء، يرجع في الماتش تحسب له الروح. مازال الاستاد ما ماتش من الماتش. دقيقة الأولى مع الترجي في رادس كذا يعدل ضربة جزاء من أسامة السهيلي 1-1. استناو في الماتش، قلنا رجعت الروح في الملعب التونسي، يعاود بمخالفة مباشرة. وكأنه الملعب التونسي من غير حارس مرمى يشوت بن عياد ويماركي. معروف بن عياد من اللي جاء الترجي حاجة النقطة القوة اللي عنده هي التسديدات من بعيد. خطفت له ضد الملعب التونسي وعاود خطفت له ضد الملعب التونسي، وبقي في ماتشات ودية. كيف الميرز يتحمل مسؤولية. انت جدار نقز وخليوها الكرة وتعديت في وسطهم، والحارس يتحمل البونتو المسؤولية 100%. اللي هو البونتو الثانية مشتركة، يكون المير يتحمل 60-70% وهو يتحمل الباقي 40 ولا 30%. 2-1. ثم حمد الهوني وخطأ زاد كيف من أيوب التليلي، ما عرفش يتعامل مع الكرة، ماشي بشي يسكر على بدن اللاعب، وكان حب حتى يتحايل ويرمي روحي يولي ضربة جزاء. لكن الهوني خليه هو يحب يكفري ومشير الكرة وحطها بالقوي. وعاطف الدخيلي ما شدش الاخرين، يمشي شد هذي عمل هكا وتعديت 3-1. المهمة ولات تحسها شبه مستحيل، وخفنا انه الملعب التونسي يدخل في انهيار ويولي ماتش ما نشوفوا ماتش يعني تاع كورة، ولي نشوفوا رابع وخامس تنتهي. لكن لهنا عاود رجع الملعب التونسي وسجل هدف بعد كورة ساعة من الانفراد. كيفاش خرج كورة كانت نجم تتسجل قبل من الركنية، خرج الدبشي وعاود رجع. ثم عمل غلطة وصلحها، يعني التقديمة والتوخير هذيك غلطة خليت الخضراوي خضر هو أسامة خضر هو اللي ياخذ الكرة. لكن من بعد الدبشي صلحها ومشيت الكرة في الركنية، والركنية ذيك وقفت عليها الدنيا وقعدنا نستناه وعيطوا للفار وتبينت مسك ولا تهور ولا مسوا في وجهه. حطوها ضربة جزاء والفار خد ضربة جزاء ومسوا في وجهه تحط عليها زوم. دونك ضربة جزاء 3-2 بعد ضربة الجزاء الأولى. يعني البارح 3 من الكلوب ما نجموش يماركيو واحدة. اليوم السهيلي أسامة السهيلي وحده مركزو ضربة جزاء وفي نفس الزاوية. يعني مباراة فيها 5 أهداف
في شوط، يعني مازلنا نقدموا في المباراة نحكيو على الأهداف حاجة باهية تحنفسنا شوية، رغم نفس النقطة نحكيو على الصيام وعلى التوقيت وعلى كذا، لكن هذيك باش تحكي عليها على الأمور التنظيمية والوقت والناس كلها تحكي عليه وباش تقعد تنقد في الشيء. لكن أنت كمدرب وكلاعبين وكتلعب في التيران عندك مينيموم متاعك، حد أدنى تقدم شوية لاعب، تقدم اللي عليك باش الناس مش كيما السعيد وأطفال السعيد وبؤساء وتعساء السعيد اللي هو أصلا ماهوش مدرب في قيمة النادي الإفريقي من أول نهار الساعة قبل هذاك كله، وبعدك 3 يحكي على الصيام ويحكي على التعب. العب انت شويه وبعد تو نحكيو على اساس هما كانوا يوريو في كوره ما قبل، يعني في انت لعبت في صفاقس في رمضان زادك التعاسه نتاعك كليت 3 خسرت مع بنغاريز، ده وقتها رمضان ظالي عندك انت على عام كامل. اليوم شفنا كوره، شفنا تنافس، شفنا فريق واقف ملعب التونسي من اللي جاي، يعني حمادي الداوي يفسر لك النتائج علاش تحسنت واللي هما بالرغم في البلاي اوت وخلطوا في الاخر كانوا يمشيوا للبلاي اوف، في البلاي اوت متصدرين، يوريك اللي الفريق ولت عنده فكرة ولا فما نضج تكتيكي ولا فما حتى كي يقبل هدف يعمل كيف يعرف كيفاش يتعامل، ولا عنده لاعبين ممتازين. اليوم الناس الكل ظاهر تفرجتوا في لاعب الملعب التونسي انداو لامين انداو اللي ابدع، تشوف كيفاش يتحرك، كيفاش يمشي بالكوره، كيفاش يقدم ياخذ الديال نتاعو، كيف زاد اللي معاه هما ثلاثي من دي اقل شويه اخرج، لكن لامين انداو وابو بكر اللي بجنبه كانوا احسن ما فما في الملعب التونسي، مع السهيري وشويه اقل منهم باهي لكن فوق المتوسط ايوب تليلي، والمحور زاد التوج وبوسنينه في بعض الأحيان يرتبكوا ويغطوا، لكن عدوا الماتش نتاعهم. لكن نقطة الضعف القدام البلال الماجري تجيه الكرة عبارة ما فماش يطيشها ويطيح، حتى خديد يتخلى من بعد كيف الحناشي شفناه باين عامل السن والواحد نقص مش هو الأمور، يعني فريق على قدم مباراة محترمة تليق يعني بالكورة بملعب التونسي، لكن أخطاء كما ذوما الحضور البدني، حضور الترجي كان أكثر سورتو في دخلة الماتش، ماركي لك بونتو ثم يعاود لك الثاني، ثم من الجهة متاعو الهوني يعاود لك الثالث، وبعد الترجي ولا حاول يتعامل مع المباراة ويسكر. ما شفناش بن حميدة بوشنيبة يطلعوا كلهم قاعدين التالي، المحور كيف شادين بلاصتو، عندك مريح انت وتوغاي، يعني ثم صعوبات باش انك توصل الدفاع الترجي مع الوسط صدام. شفنا بالرمضان اليوم رجع الفور ما تحرك برشا وقدم، شفنا كوليبالي مكتفي التالي يحارب في الجماعة في الوسط، وبالرمضان هو اللي باش يقدم، هو باش يعطي النفس الهجومي للترجي. بن عيط بدل المركز متاعو سجل هدف، لكن في الماتش وفي اللعب فماش حاجة توب، لكن عدى مباراة. بن حمودة كيف كأنه مختفي في بعض الأحيان، تحس ما وصلتوش الكرة، والهوني مرة هكا ومرة 10 ليل. يوم أيوب التالي يحسب له إنه نجم يفارع ويمشي في نسق حمدو الهوني، ما شفناش حمدو الهوني عمل حاجات كبيرة. غلطة ذيك متاع البونتو لعب كيما ذيك في أي غلطة باش يماركيلك، لكن على ماتش كامل نجم أيوب التليلي إيجاري، يعني نسق متاع حمدو الهوني نجم يكمل الماتش. هذوما جوارات ما تلقاش في الفريق، تلقى روحك بلاش ظهير أيمن، أيوب التليلي طار تلقى روحك بلاش ظهير أيسر، السهيل هذا تذكر اسمه، لكن ما يفكروش في المنع وما نجموش يجيبوا جوارات. فكر باش يبني روغارا، باش يعمل رخامة، باش يعمل ضربة دهن، ما نجمش خاطر نجيبوا جوارات. شوف أنت جوارات ملعب التونسي كنا نحكيو عليهم انداو وغيره، هذوما جايب أقل أسعار الأسوام. شوف الجوارات المحترفين تاع الأولمبي البيجي البارح، شوفوا الاتحاد المونستيري، يعني ناس تجيب في جوارات وتعطي في إضافة. في النادي الإفريقي رودريكو سي جاي من فضلات تاع عبد السلام اليونسي يرعش هكا بكله كيبدا يلعب في التيران. النهار شفتوا دريبل وقدم بالكره. رودريكو تفهم مدافع وهو قصير، مدافع نتاع رود سكور، كي ما عندكش مدافعين تحط مدافع يلعب. تشوفوا هذاك بده يحكيوا عليه ما يوريك مستوى احمد خليل كذبه ولا في الوسط يمشي ويجي عمل شي حاجه بالحاله هذوما. لاري اللي راجعين وسام بن يحيى شو خدش عنده نحبوه يلعب وحاط وستنى منه باش يلعب ماتش كامل، يعني تعاسة في جميع الأحوال. خلينا في الماتش هذايا والأولمبي البيجي والترجي النهائي وش يعملوا بروفا في باجة
نهار السبت ولا نهار الأحد نورمالمون، ومن بعد يمشيو باش يلعبوا رادس، وإحنا ناخدو كيما قصة السرار والنملة، خت اللي الناس تخدم وتحضر وما يغنوا ويبندروا. سعيد عمل لنا وجاب لنا سلسلة وأحسن جوارات، وخلنا نفرحوا الأولاد ويغني في فيستير أولمبي. شفت تصرفات متاع ناس بؤساء متاع مسؤولين بودول، وخاطروا ما عنده حتى نجم يوريك اللي هو عمل حاجة كبيرة تفريح. عديوها للجوارات يا أخي، جوارك مسؤول بزقليف يشتح بشوري يشتح معاه وتعدى لك الفئة متاع ويعطينا مصح وخلنا نفرحوا برك. ها تفرح بالفتفات، تقعد حياتك كاملة فتفات وما تختلق في النهائي الترجي أولمبي الباجي، تلقى روحك أنت تتفرج في نفس النقطة. وشكون زعما المشكلة مش من المدرب لا من اللاعبين، ما وصلحهم المشكلة في الكل وفيك أنت معاهم. نختموا مازال واحد يغلي على البارح والماتش البارح نرجع نحكي يتفرج في الميلان وانت نغص لك الفرحة نغص لك الفرجة، ما تمتعتش بيه الماتش كي متوقع انك باش تتمتع ولا محل ستريس مازال خاطر فما روتور. لكن النتيجة والخيبة والمربوطة بتأثر عليك، تطلع تعبت الميلان تاخذ الجمعية رقم 2 الثانية رغم الشامبيونز ليج الثانية. الأول الخامس شيء غفصك قاعد تتفرج فرحة منغصة. نابولي البارح نحلوا شوية الماتش هذا كان من الأول خير والبداية كانت أقوى، وكنا نجموا ناكل 50 ثانية دخلنا بعضنا وكرونيتش وكاير وجاب ربي الكرة منعت. وبعد كرة كالعادة الصديق الحبيب بن ناصر يضعفر يضيع الكرة، تصويبة بن زيلينسكي يمنحها مينيون كيف ركنيه منح. فما 3-4 كور منحها مينيون دخلة قوية متاع نابولي. عودنا احنا لعبنا بنفس الطريقة. بن ناصر قدام تونالي وكرونيتش، كالابريا اللي يرجع حمدولة في الوقت المناسب قاعد يعدي في ماتش وتباهي مع نابولي مرتين. تيو كاير رجع للاكس هو توموري كالعادة دخلوا ناقصين تركيز. توموري ديما في الكورة يخلط مخر كاير فما دويرت يجي روتار هذاك خلى نابولي الاخطر. بعد بشوية بدينا نرجعوا في المباراة وبديت هكا من ذبة متاع رافائيل لياو كورة مديرو تونالي قدمها ضربة في ركبته وتعدى. ويا ليته كان يجي هدف رائع جدا في الشامبيونز ليج يطلع برشا مرار رافائيل لياو. للاسف كاليفور اللي عامله جاري شوف الذكاء اللي خلى المدافع يمشي يستنى في الباس الجيرو وهو قاعد يمشي قاعد قدامه باش يماركي، لكن ما مشيتش الكره في بلاصتها. قاعدت المباراه متوازنه حتى جت لقطه معناها ماني قلت لكم كيما البدايه نتاع كابتن ماجد يعني الدياز اللي عملوا دوخهم هما دوخ الناس في وسط زوز زيلينسكي لوبوتكا اللي يدخل في وسطه ويتعدى. بن ناصر خارج منه وحده اختار باش يمشي لياو في رجع الكره ماركيت. كانت بعدها ركنيه نتاع كاير سنين بلاش تفصل الماتش، لكن للاسف ما تنجمناش. ولهنا التعامل والتحضير تعاود تدخل الشوط الثاني نابولي يدخل خير، نابولي يدخل ضاغط ونابولي قريب يماركي لك وخلقونا ما نجمناش نخرجوا بالكوره. يعني احنا في الوسط بتاعنا كرونيتش تونالي بن ناصر قاعدين يعني قدام ضغط كبير متاع نابولي، وبطبيعه الحال يحاربوا ذوما ناس قاعدين يلعبوا لانه النقطه بتاعهم كلها تقريبا باهيه ما عدا المهاجم بتاعك. يعني في نابولي اخي بلاعب مره فيز يعاود يخرج اخي بلاعب، يعني فريق في مراكز ناقص المهاجم ما يتحرك الجمله جيرو تجي كره في سيقه يدخل بعضه ويضيعها ماهوش قاعد يعمل في الدور نتاعو كما يلزم. ما تنجمش تستنى اكثر من هيك. لكن بعد التغييرات سالي ميكرز دخل كل خطفت لك مره يعرفوا المستوى بركه هو عملوش كارنيه هو وقت من بعد يجي يحب يعاودها كوتر نابولي يحب يعاودها كما تتعداش. مو فما ضربه جزاء كنت تتزفر كيلك على فار وما فار وكما فماش الفار. فاحنا في نحكيو على تشامبيونز ليج عباره مازال نحكيو في تونس يعني قمه التعاسه. بعد تخلج ريبيتش وانتهت الولد فوضر قدام ريبيتش وتو كان جيرو هما ناقصين اوسيمين. احنا ناقصين معناش واحد كيما اوسيمين عندنا جيرو حجره دخلت بجنبه حجره اخرى ولد كدر في حجرتين. رغم الورقه الحمراء نتاع انغويسا ما نجمش الميلان يسجل هدف ثاني واحد بلاش باهي. المهم انتصر تقرا انت ميلان عملوا خاسر في الليل ساعه 2-1 عملوا خاسرين واحد بلاش بون حاول بونتو بالفار خاسرين في السان سيرو. بينما في نابولي نتائجنا باهيه لا 4 ربحنا 1 بلاش قبلها 3-1 دوبلي تاع ابرا بونتو هاوغي قبلها كيسيو تونا وتيو 2-2. يعني نتيجه من النتائج هذوما ترشحنا مازال ستريس ومازال الروتور
ومازال المرض اسمه سعيد السابي ما حبش يسترجل ويستقيل، ما حبش يشوفونا تنظيفه في محيط النادي وفي عقلية الناس تخام في النادي. ربي يصبرنا على اللي محيرنا. في الامان مع السوبر بيبو.